السلام عليكم. اهلا بكم حبايبي في قناة مملكة ياسمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين الجمال؟ صينية كنافة بالكريمة، حاجة خيال وطعمها يجنن. كل اللي هياكل منها هيشكر فيها، باين عليها شكلها جميل قوي. هعملها قدامكم، كل حاجة قدامكم. ما تنسيش تعملي لايك للقناة، تشتركي معايا، تكتبي لي كومنت يفرحني. شايفة الجمال والحلاوة؟ بجد بتدوب في البق كده. مشي بالتكات اللي هقولك عليها، هتبقي استاذة في الكنافة ان شاء الله. تابعي الفيديو للاخر وما تروحيش اي حتة. معايا كده يا جماعة نص كيلو كنافة. لو انتي عاوزاها تفركيها بسرعة وبتبقى معاكي سريعة زي دي كده، هتحطيها في الفريزر قبلها بيوم. ما هيش في الفريزر وما ملحقتيش تحطيها، هاتي مقص وقصقصيها جامد علشان تلاقيها بالشكل ده. تقعدي تعملي فيها كده تفركيها. هنعمل المحلول بتاعها. معايا سكر كوباية وكوباية مية، وعليهم عصرة نص ليمونة، والفانيليا لما ننزلها علشان ريحتها ما تروحش معايا في الغليان. انا عايزة الشربات لا تقيل ولا خفيف. ادوب كده السكر واسيبهم يغلوا بقى على نار هادية خالص. هبتدي دلوقتي اعمل الكريمة. حطيت كوباية لبن، وحطيت معلقتين نشا او هي معلقة كبيرة، شوية ماء صغيرين ادوب فيها. ما ينفعش تحط النشا على اللبن، دوبيها الاول وحطيها. هنقلب كله على البارد علشان ما يكلكعش معايا. لو حابة تحطي سكر حطي، بس انا عاملة السيرب فيه سكر، فخلي دي كده هتبقى احلى. وانتي وراحتك، لو حباها مسكرة حطي، مش حابة اعمليها زي ما بعملها كده. تلاقيها خفيفة ومقرمشة كده من فوق وطعمها حلو، والكريمة جوه زي اللي بتجيبيها من بره ما فيهاش سكر قوي. انا عايزاها كده، لا تقيلة برضو ولا خفيفة. هنا الشربات السيرب بتاعي خلص. حطيت له معلقة سمنة بلدي كده يخليها ريحتها جميلة. دي من اسرار ان تخلي ريحة الكنافة طالعة حلوة قوي. وحطيت الفانيليا. انا كده خلصت الكنافة، هتمم عليها كده. انا عاوزاها تكون محمرة من بره ومن جوه، فهحط لها كوباية الزبدة دي او كوباية السمنة، اي نوع سمنة عندك، ومعلقة كبيرة او معلقتين سكر بودرة. ليه سكر البودرة؟ علشان السكر ده بيخليها مقرمشة كده وتتحمر معايا بسرعة. مش مقرمشة اللي هي ناشفة، لا، يعني زي اللي انت بتجيبيها بالظبط من بره. شايفة انا بدوبهم ببسهم كده في بعض، بدخل كله في قلب الكنافة. وبعدين يا جماعة الكنافة بتحب السمنة او الزبدة، اي نوع عندك. انا كده دهنت الصينية بالسمنة جامد اهو. وبعدين انا التكايه دي مهمه قوي، ان انتي تفرشي في قاع الصينيه الكنافه وتضغطي جامد. اهم حاجه الضغطه دي اللي بتثبت معاكي الكنافه وبتخليها جميله. بشوف انا هنا كده الزايده بشيل منها وبشوف بايديا، يعني اللي ما فيهاش بزودها. شايفه؟ وبتمم عليها. الطريقه دي سهله قوي، ولو عملتي بنفس التكات دي هتطلع معاكي مظبوطه جدا. انا جبت كده طبق وبضغط بيه، او صينية اصغر لو عندك، الموجود اعملي بيه. شايفة اهي، رفعت الصينية، هي مش هتتقلب ولا حاجة. وتحت السمنة لما تسيح معايا هتبقى جميلة وزي الفل. ادي الكريمة معايا اهي. اخلي بالي علشان ما احطش على حروف الصينية، عشان هتتحرق منك، ولما تيجي تقلبيها مش هتعرفي تطلعيها. هجيب المعلقة كده والسباتولا واطلع بالراحة وافردها.
بس هو في الوسط بس، بلاش الحروف. واحط بقى بقية السمنة كده، بقية الكنافة قصدي. اسويه بالراحة علشان لو انا ضغطت جامد الكريمة او المهلبية دي، الكريمة بتطلع معايا، بتطلع لفوق، هتخلي شكل الصينية مش حلو. اضغط بالراحة. انا زودت كنافة، شوفي اضغط بالراحة احط كده واضغط بالراحة خالص. ما تخافيش، هي مش هيحصل لها اي حاجة، اضغطي بالراحة. اظبط كده بايدي بلمسة بسيطة خالص. انا كده مشغلة الفرن من ربع ساعة، هو بس انا عاوزاه دافي. هبتدي احطها بقى على شبكة الفرن درجة حرارة وسط، وتتحمر من فوق من تلت ساعة لربع ساعة، وبعدين بقلبها. انا هنا شوية زبدة كده او سمنة بلدي، دي سمنة بلدي سيحتها وبالراحة، هي طبعا فيها، بس ده يعني زيادة للوش كده ويخلي ريحتها جميلة. ما شاء الله، طلعت من الفرن وزي الفل. انا هسيبها تبرد، انا هسقيها الاول اهي، واسيبها تبرد وبعد كده اقطعها. هي بردت شوية، شوفوا، بسم الله، ما شاء الله، الف هنا يا رب. يا ريت تعمليها وتجربيها وتقولي لي في كومنت طلعت معاكي شكلها ايه. بس ان شاء الله لو عملتي نفس التكات دي هتبقى جميلة. اي شوية مكسرات عندك زوقيها، ما عندكيش او مش حابة خلاص. ما تنسيش اللايك، تشتركي معايا في القناة، وتفعلي زر الجرس.